النادي الأهلي بيواصل صحوته وتربعه على قمة ترتيب جدول الدوري المصري بالفوز على إنبي اليوم بنتيجة 2-0. الأهداف أحرزت بواسطة المخيف وهداف النادي الأهلي محمد شريف، وهدف أيضا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لأحمد عبد القادر لتسكن شباك نادي إنبي ويتقدم النادي الأهلي ويفوز بنتيجة 2-0 على إنبي. النادي الأهلي لعب مباراة على قد المستوى، النادي الأهلي لعب مباراة بأقل وفوز بأقل مجهود على نادي إنبي اللي بأمانة قدم مستوى متواضع في المباراة، ويعني كان زي ما بيقولوا كده مستسلم تماما. عدد تمريرات كبير جدا ورهيب جدا للنادي الأهلي، يكاد يكون عدى 500 أو 600 تمريرة في المباراة، يعني رقم كبير جدا للنادي الأهلي. استحواذ كبير جدا يصل إلى 70 وأكثر من 70% في أوقات كبير جدا من المباراة للنادي الأهلي. النادي الأهلي ومستر كولر راح النهاردة مجموعة من اللاعبين، حسين الشحات وكهربا، وحتى في المباراة راح بيرسي تاو، وراح عدد من نجوم الفريق زي مروان عطية وحمدي فتحي. الأهلي أضاع كمية كبيرة جدا من الأهداف في المباراة. النادي الأهلي ضيع حوالي 5 تجوان، أحمد عبد القادر لوحده مضيع جونين 3، وطاهر محمد طاهر أيضا بعد نزوله أضاع هدف ولا هدفين. يعني النادي الأهلي النهاردة أقل شيء كان الفوز بنتيجة خمس أهداف مقابل لا شيء، لكن النادي الأهلي اكتفى بهدفي فقط في مرمى إنبي ليواصل صدارته ويوسع الفارق عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز. مليون مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي في طريقه إلى حصد لقب الدوري الغائب عن خزينة النادي الأهلي لموسمين على التوالي. النادي الأهلي بيسير أيضا بخطى ثابتة في دوري أبطال أفريقيا بالوصول إلى المباراة النهائية مع نادي الوداد المغربي. المباراة الأولى إن شاء الله يوم 4/6 هنا في استاد القاهرة، والمباراة الختامية هتكون مع نادي الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. كل التوفيق للنادي الأهلي.